أهلا بكم متابعي قناة فيلم في البلكونة. وبتبدأ أحداث الفيلم بواحدة ست وهي واقفة قدام البحيرة، وبيكون في شخص غامض واقف بعيد بيراقبها. بترجع الأم بسرعة لجوزها اللي بنعرف إنه قس في الكنيسة، وبيروحوا لدار الأيتام علشان يتبنوا طفل صغير. وبتقول الأم إنهم بالشكل ده بيظلموا ابنهم هان، فبيرد عليها الأب بشكل غريب وتلقائي بإن هان مات من فترة ودلوقتي لازم يتبنوا طفل يتيم وعنده إعاقة علشان يكون تكفير عن ذنوبهم. بيوصلوا لدار الأيتام ومديرة الدار بتقترح عليهم طفل اسمه إسحاق، وبتوري لهم الصورة بتاعته وبتعرفهم إن في عيلة اتبنته قبل كده وسنه 6 شهور، لكنهم سابوه بسبب نظره الضعيف. بيجي إسحاق ومديرة الدار بتقول للأب إن عندهم 3 أطفال ليه عاوزين يتبنوا، فالأب بيقول لها إنه هيربيه علشان ياخد فيه ثواب. وبياخدوا الطفل وبيروحوا على البيت، وبيكون إسحاق هادي جدا وبيشوف من الشباك 3 أطفال بيبصوا عليه. ولما بيمشوا بيشوف طفل واحد، لكن لأن نظره ضعيف مش بيقدر يشوف ملامحه كويس. بيدخلوا البيت وبيشوف إسحاق طفلين، ولد وبنت، وهما جون وبيتي. وبتطلع الأم تقول لبنتها الكبيرة تنزل تسلم على أخوها الجديد، لكن البنت اللي اسمها آني بتكون رافضة، وزي ما يكون ليها مشاعر كره من ناحية إسحاق من قبل ما تشوفه. بيقعد إسحاق يتأمل البيت لحد ما بتظهر آني قدامه، واللي بتفضل تبصله بنظرات غريبة. بعدها الأم بتسأل إسحاق لو هو بيشوف من غير النضارة، فبيقرب منها جدا وبيقول لها إنه مش بيشوف غير الحاجات القريبة قوي منه. فبتاخده الأم وبتطلب منه يطلع على السلم وعينه مغمضة علشان تعرف إن كان هيقدر يتحرك في الضلمة ولا لأ، بس الأب بينادي عليها وبتطلع وبتسيبه. فإسحاق بيطلع للدور التاني لوحده وبيبص للصور بتاعت العيلة وبيعدهم، وبيكون فيها أفراد العيلة واللي هم الأب وأم و4 أطفال. بيلاقي في حد وراه وبتطلع آني. بينزلوا يتصوروا كلهم صورة عائلية، بيقفوا كلهم علشان يتصوروا، وإسحاق بيعد الموجودين، والغريب إن بيعدهم 7 مش 6. بالليل لما الكل بيبدأ ينام، جون بيقوم وبيروح على أوضة أخته آني وبيطلب منها ينام جنبها لأنه مش حابب ينام جنب إسحاق. بعد شوية بيحس إسحاق بحركة وبيقوم علشان يشوف في إيه، وهو نازل على السلم بيحس إن في حد وراه. وبتطلع آني فبيقولها إن في حد نزل دلوقتي من على السلم. بتنزل معاه آني لكن مش بيلاقوا حاجة. وتاني يوم الأم بتقعد مع إسحاق تطبق هدومه، لكن الغريب إنها بتلاقي تعويذ متخيطة في كل الهدوم. أما في الكنيسة بيروح واحد من الفلاحين للأب وبيقوله إنه عاوز يطرد الأرواح اللي في جسم ابنه يانغ، لكن الأب بينصحه يوديه لدكتور نفساني لأن والدته لسه متوفية، ممكن يكون عنده اكتئاب. بعد كده بيوصلوا للكنيسة والأب بيعرف الناس الموجودة على ابنه الجديد إسحاق. الغريب إن يانغ بيكون موجود، وأول ما بيشوف إسحاق بيسمع صوت صفير قوي جدا في ودنه. وهم راجعين على البيت بتكون آني وإسحاق ماشيين جنب بعض، وبيسألها إسحاق إحنا عددنا 5 أطفال مش كده؟ فبتقوله لأ إحنا 4. قال لها طب وهان؟ بترد عليه وتقوله إن هان مات، وعلشان كده أبوها وأمها جابوه علشان يبقى بديل لهان. والأم بالليل بتحكي للأب اللي حصل والتعويذة اللي لقيتها في هدوم إسحاق، لكن هو بيكون غير مؤمن بالأرواح. في الوقت ده بيكون الأطفال كلهم متجمعين في أوضة البنات، وآني بتحكي لهم قصة، بس إسحاق في الوقت ده بيسألها عن هان، وفجأة بيلاقي باب الأوضة اتفتح. بتقوم آني تشوف مين، بس مش بتلاقي حد، فبتشاور لإسحاق كان في حد وراه، بس بتبص لأختها الصغيرة وبتضحك وبنعرف إنها خدعته. في الوقت ده الأب بيكون بيحكي لمراته إن العيلة اللي سابت إسحاق قبل كده سابوه لأنه كان بيشوف الأرواح والناس اللي ماتت، والأب ما بيكونش مصدق الموضوع ده، وبيقولوا إنهم عملوا كده علشان يتخلصوا منه علشان هو نظره ضعيف. لكن فجأة بيسمعوا صوت صريخ، بيروحوا بيلاقوا آني ماسكة مقص وعايزة تقتل إسحاق، وبيكون إخواتها مرعوبين وإسحاق كمان خايف، فبيحضن أمه وبيقول لها إنه شايف هان، فبتفضل معاه الأم وبتحضنه لحد ما بينام. وتاني يوم بتحرق كل الهدوم القديمة بتاعته والتعويذة، وبتاخده وتجيب له هدوم من بتاعة هان علشان يلبسها، وبتطلب منه ما يكذبش تاني بخصوص إنه بيشوف هان لأن دي حاجة بتقطع قلبه. كل ده وآني شايفاهم وبتبص لإسحاق بنظرات حقد. أما الأم فبتروح تقعد عند البحيرة، والغريب إن بيجيلها يانغ وبيقول لها انت شايفة الحاجة اللي متعلقة هناك في الشجرة؟ بس هي مش شايفة حاجة. فبيديها صليب وبيتكلم بشكل هستيري وبيقول لها ان الرب اداها فرصة عشان تصحح اخطائها.
فبتجري الأم بسرعة وبترمي الصليب وبترجع البيت. بالليل بيكون إسحاق كالعادة نايم في الأوضة لوحده، بس بيحس بحاجة غريبة. بيقوم يشوف في إيه وبينزل لوحده لتحت، لكن بيحس بحد وراه، وبتطلع آني فبتزقه من على السلم وبتقوله إنه شيطان، وبيغمى على إسحاق. لكن بيشوف هان قدامه وبينزل منه مية كأنه مبلول. بتحس الأم بحاجة غريبة وبتقوم بتلاقي إسحاق واقع على الأرض ومش بيتكلم. بسرعة بتاخده هي والأب وبيروحوا على المستشفى، والدكتور بيقول لهم إنها حاجة عادية، بس اللي مش عادي هي يعني لأنه مرض وراثي وهيتعمي قريب. بتكون الأم قاعدة جنب إسحاق اللي بيحاول يهرب منها، وبيقول له إنه ما كانش بيكذب بخصوص هان وإنه شافه فعلا. بيرجعوا على البيت والأم بتلاحظ مية مكان ما إسحاق وقع امبارح، وولادهم كمان بيرجعوا من المدرسة. وآني أول ما بتدخل بتسأل أبوها على إسحاق لو كان بخير، وبيدخلوا الأطفال يشوفوه وبياخدوا اهتمام الأم بيه، وخصوصا لما بتطحن الحبوب لإسحاق لأنه مش بيقدر يبلعها. فبنتها آني بتسألها لو تقدر تاخد من الحبوب بتاعتها، وبتطلع حبوب منوم. لكن الأم بتتخض وبتقول لها إنها خطر على الأطفال. بتروح الأم تدي العلاج لإسحاق، فجون بيوريها رسمتها والأم بتتصدم لأن كل رسوماته مرعبة، وبتعرف منه إنها رسومات هان وإنه شيطان. فبتنزل بسرعة وبتلاقي كمان صور هان كلها متشخبط عليها. بتفهم إن آني هي اللي عملت كده، وخصوصا إنها كانت بتعلم أختها الصغيرة ترنيم لطرد الأرواح. لما الأم بتواجهها بتنكر آني، لكن بعد كده بتقول لها أيوة وإن إسحاق وهان الاتنين شياطين. فالأم بتضربها بالقلم. بتنام الأم بالليل، لكن بتحلم إنها بتغرق في قلب البحيرة، ولما بتحاول تطلع بتلاقي ابنها هان ماسك فيها وشكله غريب جدا. فبتصحى مفزوعة. بتطلع من الأوضة وبتلاقي إسحاق قاعد على الأرض، فبتاخده من إيده وبتطلعه أوضته، لكن بتتصدم لما بتلاقيه نايم في السرير وبيطلع اللي ماسك إيدها ده هو هان. وهنا بتقوم من النوم لتاني مرة، وكل ده كان حلم. بتقوم الأم من النوم بس بتسمع صوت بره، وبتتفاجئ إن في 2 مفتشين من دار الأيتام وبيطلعوا أوضة إسحاق، بس بيلاقوه نايم ومش راضي يقوم. وهنا بياخدوا بالهم من علبة منوم جنب السرير. بيجي الأب والمفتشين بيحذروه إن دي آخر مرة يدوا للطفل منوم ولازم يحافظوا عليه أكتر من كده. بتدخل آني لأوضة إسحاق، وبتكون الأم قاعدة جنب بنتها بتعتذر لها إنها ضربتها امبارح، وآني بتقول لها مفيش مشكلة وبتديها كوباية مية. فالأم بتكتشف إن كوباية المية دي شبه كوباية المية اللي في أوضة إسحاق، وبتعرف إن بنتها هي اللي ادت المنوم لإسحاق، وخصوصا إنها عرفت إنه مضر للأطفال. وبتفتكر الأم يوم الحادثة وإنها كانت قاعدة على البحيرة مع أطفالها، وبيطلع إن هان كان معاق وقاعد على كرسي، وبيشوف نحلة قريبة منه فبيفضل يعيط، والأم بتحاول تهديه. وبتكون الأم مهتمة أكتر بهان. بتتعب الأم وبتنام شوية. لما بتصحى بتلاقي ولادها ال3 واقفين قدام البحيرة وابنها هان غرق جواها، وبتفوق الأم من ذكرياتها. بيروحوا على الكنيسة عشان الصلاة، وبيكون ينغ وأبوه موجودين. الغريب إن ينغ بيشوف هان وكمان بيسمع صوت مامته، والغريب إنه بيلاقيها متعلقة من رقبتها فوق دماغه بالظبط. بتقرب منه آني وتحاول تقرأ عليه ترانيم، لكن ينغ بيمسك إيديها وبيقول لها إن الطفل اللي انت قتلتيه موجود هناك. وبتتصدم آني وبتكون خايفة. ولما الأم بتسمع الكلام ده بتروح بدري عنهم وبتفتش في أوضة بنتها آني، وبتلاقي إنها واخدة كل صور أخوها الصغير هان ومشخبطة عليها وكاتبة إنه شيطان. وبتتأكد الأم إن آني هي السبب في موت ابنها. لما بيجوا كلهم وآني بتتصدم إن كلمتها عملت كده، لكن الأم بتقول للأب إن آني هي السبب في موت ابنهم. لكن الأب بينزعج منها وبيقول لها إن هي السبب الوحيد في كل شيء سيء بيحصل للعيلة دي، وإنها ما قدرتش تحافظ على ولادها. ولما بيروح إسحاق علشان يقول لآني إنه عايز ينام في أوضتهم بتقفل في وشه الباب وبترفض، وبتفهم إخواتها إنه هو عبارة عن شيطان مش طفل زيهم. بيروح إسحاق ينام في أوضته في اليوم ده. الدنيا كانت بتمطر، لكن الغريب إن هو بيشوف هان وكمان إخواته بيدخلوا الأوضة وبيبدأوا يعملوا عليه ترنيم علشان يطردوا روح الشيطان اللي فيه. في الوقت ده الأم بتطلع تطمن على أولادها، بس الغريب إنها مش بتلاقي ولا واحد في أوضته. بتطلع بسرعة هي والأب وبيدوروا على أولادهم، والأم بتروح عند البحيرة وبتتخيل ولادها غرقانين بس ما بيطلعوش، وبيطلع كل ده وهم. لكن الأب بيروح عند الكنيسة وبيلاقي ولاده ال3 هناك وبيعيطوا وبيقولوا له إن هان لسه موجود وإن إسحاق ده عبارة عن شيطان. بتيجي الأم وبتحضن بنتها آني وبتسألها عن إسحاق، فبتقول لها إن إسحاق هو نفسه هان، لكن الأم برضه بتسألها عنه.
بترجع الأم للبيت وبتلاقي إسحاق مستخبي في أوضة، وبيحضنها وبيقول لها إن هان بيقول لها ما تبكيش تاني، وإن مش هي السبب أبدا في موته. بتبدأ الأم تفرح لدرجة إنها بتخرج الكرسي المتحرك بتاع ابنها وبتعلق صوره في كل مكان. لما بتصحى أني تاني يوم وتشوف ده بتتضايق جدا، وبتكون عايزة تشيل كل حاجة أخوها هان وترميها، لكن الأم بترفض بشدة وكأنها بتتحول. وبتقوم بالليل في الضلمة وبتروح تقعد جنب الكرسي، وبينزل الأب وبتقوله إن ابنهم هان موجود وإن الكرسي هيتحرك فجأة. بتيجي آني والأم بتقول لها انت قتلتي ابني ليه؟ وبتجري عليها وكانت عايزة تموتها، لكن الأب بيهديها وبيديها مهدئ. بيكون الأب منهار لكن ما قداموش حل تاني، فبيطلب من بنته إنها تتحمل المسؤولية وتاخد إخواتها وتمشي من هنا. بتفوق الأم وبتلاقي نفسها مربوطة وحواليها شموع كتير. أما آني بتاخد إخواتها التلاتة وبيروحوا عند البحيرة، وبتحاول إنها تقتل إسحاق عشان تتخلص من الروح الشريرة. ولما بتقرب منه علشان تزقه في البحيرة زي أخوها، بتكتشف إن عينه سودة وإنه متحول، وبيطلب منها إنه يلعب معاهم كلهم، وبيجروا وهو بيطلع يجري وراهم. أما الأب فبيفضل يقرأ من الإنجيل علشان الأم علشان يطرد الأرواح اللي جواها، وبيقول لها إنه هيرجع إسحاق تاني لدار الأيتام، لكن هي بترفض. وبيجي الأب وبيتصل بمستشفى الأمراض العقلية، فالأم بتطلع تجري بسرعة وبتروح البحيرة، وكانت آني خلاص هترمي إسحاق في البحيرة، لكن الأم بتوقفهم. فآني بتنط في البحيرة وكانت هتغرق نفسها، لكن الأم بتنط وراها وبتنقذها. فجأة بتشوف ابنها هان في البحيرة، فبتنط بسرعة علشان تجيبه وبتحضنه، وكانت هتغرق، لكن في شخص بيشدها، وبيطلع الشخص ده هو يانغ اللي بيقول لها إن الرب بيديها فرصة جديدة ولازم تستغلها، لأن هي السبب كمان كانت في موت هان، لأنها كانت عايزة تتخلص منه. وبنكتشف إن الأم كانت صاحية لما ولادها رموا هان في المية، ودي أكتر حاجة مسببة لها إزعاج نفسي، لكن الأم بتاخد ولادها وبتخليهم يمشوا بعيد، وبترجع تاني ليانغ وبتقتله، وبتحط في إيده الصليب اللي كانت دهولها قبل كده. والغريب إنها لما بتبص على الشجرة بتلاقي هي اللي متعلقة عليها. بترجع البيت وبتقول لجوزها إن هان فعلا موجود وإنه لازم يفتح عينيه، وبتطلع فوق تقعد مع ولادها وتحضنهم وتطمنهم. وهنا لأول مرة كلهم بيشوفوا هان. وهنا بينتهي فيلمنا، واستنونا في أفلام جاية كتير.